في المقابلة اللي جمعت اليوم بين فريق الاتحاد السعودي ضد الهلال السعودي، في مقابلة ديال الديربي السعودي اللي كيتصنف أقوى ديربي عربي. مقابلة صراحة المغرب بصم فيها بشكل كبير من خلال أبرز النجوم اللي كانوا موجودين، بحيث أن فريق الاتحاد كان متمثل بلاعب حمد الله في الهجوم، والفريق ديال الهلال اللي حتى هو كان مثلو ياسين بونو في الحراسه. هاد المقابله هذه عرفت واحد المستوى عالي، واحد الجرينتا عاليه، لدرجه ان مجموعه من المعلقين اليوم شبوا هاد المقابله ما يسمى بالدوري بالبريمير ليغ السعودي. اليوم اخوتي غنوليو نشوفوا واحد البريمير ليغ، لكن ماشي بريمير ليغ الانجليزي، وانما بريمير ليغ السعودي. في المقابله اللي جمعت اليوم عرفت 3 ديال الريمونتادات. المهم المقابله سات ب4-3 لصالح الهلال، لكن فريق الاتحاد هو اللي افتتح التسجيل عن طريق رو مارينو هو الهدف، لكن سرعان ما جاء الرد عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 20، والأمور غيرجع كريم بنزيما وغيسجل الهدف الثاني للاتحاد ب8 في الدقيقة 38. لكن شنو اللي غيوقع هنا هو أنه في نهاية الشوط الأول غيسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث، وبالتالي غيكون ياسين بونو كيستقطب 3 ديال الأهداف فقط في الشوط الاول. لكن الريمونتادا اللي غتوقع في الدقيقه 60، الكسندر ميتروفيتش غيسجل فريق الهلال الهدف الثاني، وغيعاود يرجع في الدقيقه 65 وغيسجل ضربه جزاء الهدف الثالث، وغتصبح النتيجه 3-3 في اقل من 5 دقائق. في الدقيقه 71 غيرجع سالم الدوسري وغيماركي الفريق الهلال الهدف الرابع، وبالتالي فالفريق الاتحاد غيكون تكبد الخساره الاولى، وياسين بونو تزقل من الخساره الاولى، الا انه استضاف 3 ديال الاهداف. اليوم بغيت نشوف التعليق ديالكم، واش نتوما عجبكم هذا الدوري؟ كيفاش كتشوفوا الدوري السعودي في المستقبل؟ ما تنساوش تخليو واحد جيم لايك لهذا الفيديو. الى اللقاء.